يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ الأحوال طيبة؟ كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. فأول حاجة أخواتي كنقول لكم صراحة رجعت كنغيب عليكم لظروف، يعني انسان كل واحد ضد ظروفه، ما كرهناش نحطه يوميا، ما كرهناش، ولكن سبحان الله حتى التشجيع ما كاينش. فالانسان كيجي ساعه ساعه كيجي واحد الملل، كيوقف عاود كيرجع، وكاين واحد العزيمه واحد الاصرار في النفس الانسان هي اللي كتدفعه انه يزيد ويزيد، ما يقدم ما هو يعني افضل. واخا حنا باقيين يعني انسان كيتعلم، وكل نهار كيتعلم حاجات جدادين. لان باش تخرج تتكلم بغير الكاميرا وجلسه يعني بوحدك، في الاول كنت كنظن انني جلسه بوحدي وكنتحدث بوحدي، ولكن سبحان الله يعني مع المداومه، مع الاستمرار، عارفه راسي ان كنحدث اخوات وكيسمعوني اخوات، والحمد لله وكيتواصلوا معايا، اللهم لك الحمد. فكنبغي نقول لكم يعني شكرا على كل كلمه كتبتها في حقي او لا قلتها في حقي او لا اي حاجه كتبتها كتدخل سرور على الناس، فشكرا لكم وجزاكم الله عني كل خير. اليوم اخواتي غادي نتكلموا على واحد البركه او قله البركه في الوقت. يعني كتجبرنا كنقولوا قله البركه في الرزق، قله البركه في الصحه، قله. اليوم غنتكلموا على قله البركه في الوقت. يعني بزاف د الاخوات او بزاف منا حنايا كنساء كربات البيوت كعاملات كتجبرنا اننا كنشتكيو من قله الوقت او البركه في الوقت، او كيبان لنا الوقت انه يمر فعلا. اصلا سبحان الله الزمن يعني الدنيا بقيه هي كما خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله ولينا كنشوفوا الزمن يجري. اللي صغير اليوم غدا سبحان الله كبر، واللي كبر يعني غبار وهكذا الحياة سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أول حاجة الثبات، يعني على الدين ديالنا وعلى الإسلام ديالنا وعلى الشريعة ديالنا وعلى المله ديالنا، وكما كنقولوا بالامثله ديالنا الله يخلينا في صباغتنا، نبقاو في صباغتنا ما نتبدلوش. لان بزاف والله العظيم كنشوفوا اخوات يعني في الشارع انهم يعني الصراحه القلب ديالنا كيتالم عليهم من داخل. انهم يعني كيقلدوا ناس اللي لا مله لهم ولا دين، كيمشيو يقلدوا ناس ما عندهمش الدين، ما عندهمش المله اصلا، ما كيعترفوش بالاسلام، وحنا كنقلدوهم وماشيين على المله ديالهم. فنسال الله سبحانه وتعالى واخا ما نمشيوش على المله ديالهم اننا نتبعوا يعني باش كيامنوا هما ولا، ولكن كنمشيو على الطريقه ديال اللبس ديالهم، الطريقه ديال الكلام ديالهم، الطريقه. فدائما كما كنقول لكم ولا كان يعني الله يخلينا في صباغتنا والله يثبتنا على الدين ديالنا، هذا هو اهم حاجه في الحياه ديالنا، باش ما نكونوش كنعانيو من بزاف د الحاجات. لان اخواتي الحياه قصيره جدا 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 مما تخيلوا. يعني الحياة هذه اللي كنعيشوها مهما الانسان كيطمح ويعمل فيها يعني المستقبل واللي كنكذبوا على راسنا، ولكن سبحان الله والله العظيم لا قصيره. وباش نعرفوها قصيره هو سبحان الله ملي كنسمعوا الانسان مات، الانسان البارح هو كان حداك اليوم مات، مشى غبر. يعني هكذا يوميا كنسمعوا اخبار وكنسمعوا موتى وكنسمعوا، ولكن سبحان الله ما كنتصاعدوش، ما كنحسوش ان حتى يعني سبحان الله عاد النوبه ديالنا حتى حنا غادي نبقاو في هذه الحياه، حتى حنا غادي نتسالوا، حتى حنا غادي نمشيو. فكنساو هذه الامور هذه، فهذه من باب التذكير فقط. فاليوم اخواتي كما قلت لكم كيفاش نوضبوا على البركه في الوقت ديالنا، كيفاش نجعلوا البركه في البيوت ديالنا، في الاوقات ديالنا، كيفاش نعملوا بزاف د الحاجات في النهار ديالنا ونستغلوا النهار ديالنا ونخرجوا بواحد النتيجه مرضيه. الانسان في الليل من يجي يحط يعني راسه على المخده ديالو او الوساده ديالو، يقول هذا النهار هذا اللهم لك الحمد والشكر، نجزت بزاف د الحاجات. ماشي ضروري انني ننجز عفوا يعني في العمل
امال ولا في شي حاجه مع يعني مع ربي انا شنو عملت اليوم. واش صليت الصلاه ديالي في الوقت، واش نوضت صلاه الفجر وهي الاساس يعني في الحياه ديال الانسان. يعني هي صلاه يعني اللي كنبداو بها هي صلاه الفجر. الانسان باش كيبدا النهار ديالو، باش تجعل البركه في البيت ديالك او في الصحه ديالك والابناء ديالك. اليوم ديالك باش بديته، واش بديته في الصلاه يعني في الوقت ديالها، ولا تهاونتي في ديك الصلاه ونطيح لا خطر خطرك وصليتيها بلاتي عليك وكتشتكي من قله البركه. فعلا يعني بزاف اننا يعني كتجبر الانسان واخا كيكون مواظب على الصلوات ديالو، ولكن كتجبرو انه مثلا تصلى ورجع ينعس وهكذا. يعني بقى بحال كنقولوا كيتخسر الانسان، كيتخسر في الحياه ديالو. فهنا كتجبر الوقت سبحان الله كيجري، وكتجبر النهار ديالو ما عمل حتى شي حاجه واخا انه مواظب على الصلاه ديالو. ولكن هذاك النوم، يعني ديك النوم اللي كنعسو معطلين وكنوضوا من النوم، انا كنت كنعاني بزاف من هادشي. ودابا الحمد لله كنحاول ما امكن انني نعوض يعني الوقت ديالي ونعوض السيستم ديالي باش نستغل اليوم ديالي اكثر. فبزاف الحاجات كنبغي الحمد لله في البيت ديالي كنقضي الامور ديالي، ولكن كنبغي انني نخرج بزاف الحاجات نقضيهم في يعني خارج البيت ما كنقدرش. فكتجبر ان يعني بزاف الحاجات فاتوا عليك وما قضيتيهمش. علاش؟ بحكم انك يعني غير هادشي كامل في النوم ديالك اولا في النعاس الانسان ما كيكونش معوض. يعني النعاس معطل ونوض معطل، هذا من الاسباب اصلا الوقت اللي كيجوز عليك طاير وما كتعمل حتى شي حاجه في اليوم ديالك. اول حاجه اخواتي خصنا نواظبوا على النوم ديالنا، يكون واحد النعاس اللي كنعسو بكري ونوضو بكري. اصلا الانسان اللي عنده مشكل يعني في نياض صلاه الفجر، نهار اللي عادي يبدا ينعس بكري عادي يقدر ينوض انه يصلي صلاه الفجر. يعني سبحان الله عاد تجبر نفسك انك نوضتي تصلي الفجر يعني بواحد الحلاوه وبواحد الرضا وبواحد علاش؟ حيت نعستي بكري وشبعتي النعاس. العكس اذا نعستي معطل فاكيد ما تقدرش تنوض تصلي صلاه الفجر، عاد تصبح ناعس على صلاه الفجر، او لا عاد نوض تصليها وعاد تصليها يعني ناعس ما اصلا ما فاطناش بديك الصلاه اللي صليتي. فدائما اخواتي اول حاجه نحافظوا على النوم ديالنا، يكون واحد النعاس اللي نعسو المهم ما بين 11 اذا مدة تعطلنا 12 الليل. فمن الاحسن نعسو يعني احسن النوم هو العشرة. ولكن الاغلبيه ما عاد يقدروش طبعا حكم دابا هاد يعني هاد الشيء اللي الويفي في الدار واليوتيوب والانسان يعني كل واحد فيه ملهي في كيجلس خصوصا يعني التليفونات كيديو الوقت بزاف. فنحاولوا ما امكن نبعدوا على هاد الشيء هذا باش هكذا ننظموا الحياه ديالنا. كذلك من الاسباب يعني السرعه والبركه اللي ما بقاتش هو هادشي اللي وقع دابا. هاد الشيء الالكترونيك وهادشي كلشي خدام بالضوء، كلشي خدام سبحان الله يعني هادشي كلشي خدام بالضوء وهكذاك. وكنشتكيو من قله البركه. وشحال هذه سبحان الله ما كانت لا ماكينه الصابون، ما كان لا فران الضوء، ما كانت لا شطابه الضوء، ما كانت حتى شي حاجه ما كان كاين، غير كل شيء طبيعي. يعني انسان كتجبر المراه كتقوم بالاعمال ديالها هي بيدها، وسبحان الله كتجبر لها الوقت انها كنوض وتقضي الاشغال ديالها كامله. والوحده ضنها كتكون مغديه وليداتها ومشات تعمل كما كنقولوا القيلوله ديالها. يعني رتحات وكتنوض وتجبر ما شاء الله تبارك الرحمن الاربعه د العشيه كيكونوا وجدوا ميريندا، عملوا ميريندا ديالهم. السبعة د العشيه خصوصا في يعني فصل الشتاء كدن العشاء بكري كيصليو العشاء كيعاشيو وليداتهم. 8 كيكون كلشي ناعس. كانت واحد البركه واحد الحلاوه واحد سبحان الله. دابا لا، دابا سبحان الله كلشي واجد كلشي واجد. يعني اللي فتحت عليه يعني فتحتي عليه دقمك سبحان الله واجد وكتجبرو. ولكن مع ذلك نشتكيو من قلة البركة. علاش؟ حيت حنا ما منظمينش الحياة ديالنا. حنا سبحان الله خصوصا هاد الهاتف دابا اللي كاين، الانسان اللي استغلو مزيان فهو الحمد لله كيشوف منه واحد النتيجة. اللي كيستغلو مثلا في البرامج اللي عيستافد منه، اللي يثقف نفسه، اللي عادي يزيد يعرف في الدين ديالو اكثر، اللي عادي فهو سبحان الله كيثقف راسو كيجلس بالنتيجة. والانسان اللي كيشبر الهاتف، تشوف هذه فلانة ممثلة، هذه فلانة مغنية،
هذه فلانة وهكذا، هذه فلانة طلقت، هذه فلانة زوجت، هذه فلانة تشجرت، هذه فلانة مشت، هذه فلانة جت. كتجبرك انك مقابله التليفون وسبحان الله كتجلس كتقلب 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 كتقلب، كتجبر 4 ساعات 5 ساعات كازولك في الهواء، يعني ما قضيتي حتى شي حاجه. ما انك صليتي الصلاه ديالك في الوقت، ما انك قريتي قراءه القران. لان بزاف الاخوات كيشتكيو انهم كيقول لك حنايا ما كرهناش، يعني القلوب ديالنا الله سبحانه وتعالى اللي عالم بها، ولكن ما عندناش الوقت. علاش ما عندناش الوقت؟ لان هادو من الاسباب الوقت اللي ما عندكمش، ان كنعسوا معطلين وكنوضوا معطلين، وخصوصا كيكون واحد الضغط. الوليدات ما جايين مدرسه، خصنا نعملوا الغدا، خصنا نوجدوا، خصنا نجمعوا، خصنا نهدا. فهنا كما كتشوفوا معايا وريتكم الساعه انني نوضت في الفجر وبقيت فايقه، يعني ما نعسش. خصوصا الانسان ملي كينوض وما كينعسش مورا الفجر كتكون واحد البركه سبحان الله. هنا صورت معكم فيديو كانت 8 الصباح، يعني انا الاغلبيه كنصور الفيديو في الليل ولا فانا سبحان الله نوضت عملت اللوازم ديالي كامله، وقلت لي ما لا نصور معكم واحد الفيديو بهذا الصباح هذا بكري، كاين واحد الهدوء السكات، ونهضر ونتكلم على خاطر خاطري. فهنا كيبقى الوقت سبحان الله. كتجبر 12 النهار عملت اللي حنايا عاد غادي نوضوا فيها، كتجبرك مقضيه الامور ديالك كامله، ويمكن لك تخرج تقضي الامور ديالك حتى خارج البيت، تمشي عند شي صديقه ديالك، تمشي مثلا المسجد تلاقى بالاخوات، يعني تجبر سبحان الله عندك الوقت الكافي سبحان الله. الانسان اللي ما عندوش يعني الاطفال صغارين، ما عندوش الوليدات، ما عندوش، فكتجبرو كيمشي يقضي الامور ديالو خارج البيت ويتعلم. اللي مثلا امي يمشي يحارب الاميه، اللي باغي يحفظ القران يمشي يحفظ القران. انا تبارك الله ما شاء الله المساجد كاينه، كاينين دروس، كاينين بزاف د الحاجات عند الله ما نعملو. فاحنا خصنا نشغلوا الانفس ديالنا بهذا الشيء هذا، ونخليو الحاجه اللي هي تافهه اللي ما عاد نفعنا لا في الدنيا ديالنا ولا في الاخره ديالنا ولا في الاوقات ديالنا اللي غادي نتسالوا على الوقت ديالنا وعلى الساعه والدقيقه والثانيه شنو كنا كنعملوا فيها. فضروري غادي تسالوا اخواتي، ويعني خيلوا هذاك الموقف امام الله سبحانه وتعالى وانتم كتسالوا على الوقت ديالك في ضياعته، واش تقولوا يا ربي ضيعته في الهاتف، ضيعته في فلانه تشوف فلان، اولا ضيعته في النميمه والغيبه، ضيعته في الاوقات اللي هي فارغه، ضيعته في النوم. فهادشي كامل اخواتي ما عاد ينفعناش. فاللي عاد ينفعك هو الصح الصحيح، هو العباده ديالك، هي الصلاه ديالك، قراءه القران اللي غيكون شفيع يوم القيامه لك، تقرب من الله، الاذكار، الحاجه اللي عاد تقربك من الله سبحانه وتعالى. الصحبه الطيبه، الصحبه الطيبه اللي كنركز عليها، يعني الصحبه اللي غتجبر بيدك، الصحبه اللي ما فيها نفع عباد منا. يعني اما نصحها واما خليها. يعني اذا كنت بغات مثلا يعني كنتي شي انسانه انتينا مواظبه وشفتي شي وحده كتجر لك شي حاجه ماشي هي هذيك فتركها، كانت فيها خير فجرا عندك، وكون واحد الصحبه اللي هي صالحه. فهادشي اللي كاين اخواتي. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وفدتكم ولو قليل. كنتمنى انكم تواظبوا على الاوقات ديالكم وتستغلوا الوقت ديالكم بشي حاجه اللي عاد تنفعكم في الدنيا والاخره ديالكم. دائما كنقولوا الدنيا قصيره، الدنيا بحال ان غادي ندخلوا من هذا الباب وغادي نخرجوا من هذا الباب. بزاف الناس كانوا معنا من الحباب ديالنا والعائله ديالنا، فين هما؟ راهم في دار الاخره. نسال الله سبحانه وتعالى الرحمه لهم ولنا.